ما حدا مستفيد من هذا التعادل غير المنتخب العراقي، ولا أي منتخب اليوم استفاد بكل المباريات اللي انلعبت إلا المنتخب العراقي. هو المنتخب الوحيد المستفيد. وللمعلومة بالمركز الحالي المنتخب العراقي هو المنتخب العربي الوحيد اللي ممكن إذا استمر بهذا المركز يضمن التأهل إلى كأس العالم بشكل مباشر. بس المنتخب العراقي يا رجل، كنا بالمركز الثاني والعراق بالمركز الثالث، تعادلنا اليوم أمام المنتخب الكويتي، المنتخب الأردني صار بالمركز الثالث والعراقي صار بالمركز الثاني. حتى تعادل كوريا أمام فلسطين إجا بمصلحة المنتخب العراقي. وآخر كلمة راح أحكيها عن منتخب النشامة، هذا منتخب بدكم تتأهلوا فيه إلى كأس العالم، هذا منتخب ممكن يأهلنا لكأس العالم. مع الأسف الأداء اللي كنا متوقعين إنكم تعطوه بالشوط الثاني خذلتوا كل الجمهور الأردني.